ما تشغلش بالك مين مؤمن ومين كافر، القلوب يعلمها ربنا. كان عندنا في شبرا يعني جيران كده حبايبنا، وفي يوم من الأيام والد هذه الأسرة كان بيطلع في الروح رحمة الله عليه، وبعدين نده على ناس من عيلتنا. استغربنا، الوالد الله يرحمه نزل وطلع، وبعدين قعد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. بقول له في حاج، قال لي أبو مجدي الله يرحمه توفاه الله، وقال لي أنا مسلم يا عم أحمد، وحبيت أقول لك الشهادة دي بيني وبينك، ونطقني الشهادة عشان أقابل رب كريم. طبعا بقيت ولاده كانوا مسيحيين، ووقتها كنا في حيث بس نعمل إيه، نسوي إيه. كتمنا هذا الأمر، لكن بعد كده اكتشفنا ان النص اولاد عمنا ده مسيحيين ونصهم التاني مسلمين، وعاشوا في زي ما هم في سعادة، ومفيش فرق بينهم ولا في المعاملة ولا حاجة. انا كمان فضلت حافظ السر ده وما رضيتش اقوله الا عرفت من نص ولاده ان هم مسلمين، والغريب ان نص ولاده التانيين ما كانوش يعرفوا ان اخواتهم مسلمين وعاشوا في سعادة. دايما انا بقول شبرا دي نموذج التوحيد المصري الجميل.